عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نشارك معكم طريقة تقطير الزهر. كما تعرفوا توا عنا موسم الزهر. موسم الزهر هو في اول ربيع، فما اللي ياخذوا من اول مارس وفما اللي في الاخر. الحصيل اسنا زهر خذيت الكيلو على 6000. هنا عندي 2 كيلو. واول حاجة باش نعملوها على الزهر هو يلزمنا نفرشوه، نخليوه في الظل ولا في بيت ولا اي حاجة، المفيد في بلاصة ما توصلهاش الشمس، ونخليه نهارين 3 حسب التقريب. ما يهمش قداش، المفيد لهنايا حاجتنا بيه باش يذبال شوية ويبدا يكحال كيما ماكم قاعدين تشوفوا، باش يخرج لنا هكاك الزيوت متاعو ونتحصلوا على اكثر كمية ممكنة منه. بالنسبة للتنقية الحقيقة ما نكسرش راسي برشا راني، هو كل شيء باش يتغلى حتى من الماء مش مهم زاد، راهو تستعملوا ماء معدني ولا ماء حنفية ولا حتى ماء ماجل، مش مشكل، المفيد خاطر راهو الكل باش يشبع غلي ولا ملاح المعدنية والرواسب الكل باش تقعد اللوطة. باش نحاول نحي الحاجات الظاهرة كيما العود نبداو كبار ساعات وحاجات كيف هكاكا، وكما قلت لكم راه كل شيء باش يقعد اللوطة، والباقي ما عندوش تأثير على مطعم الزهر. بالطبيعة يلزم الزهر متاعكم يكون الزهر اللارانج، مش الزهر البرتقال ولا القارص. خدوا بالكم مليح هنا باش ما تتغشوش في نوعية الزهر متاعكم. وتوا نتعداو نشوفو مع بعضنا طريقة التحضير، ما فيها حتى شي الحقيقة. هنا أني عندي القطار هذايا اللي تشوفوا فيه، مش بنستعمل القطار السمني، هو أنا محل زوز كيف. بالنسبة للماء حضرت 4 لتر ماء، أنا على كل كيلو 2 لتر ماء. لو كان عندي هنا 2 كيلو صار باش نستعمل عليهم 4 لتر ماء. تنجمو تزيدو لتر ماء كان تحبو، لكن الحقيقة أني هنا باش نستكفي بالكمية هذيا يكون كافي الحقيقة، ما حسيتش بيه باش يجيني أخفيف برشا. وهنا تويكا باش نحطوها فوق النار. كما تشوفوا في النيفو متاع الزهر والماء ميلزموش راهو يكون واصل للفوق برشا، باش بعديكا نتحصلوا على كمية بخار تكون كمية باهية، اللي هي باش بعديكا باش تتحول للماء زهر. من هنا بالنسبة لدرجة النار يلزمكم تحطوه على نار متوسطة ولا حتى هادئ، المفيد نار قوية لا. من الحقيقة باش نحط نار قوية باش في ساعة يبدأ يغلي، أنا أول ما يبدأ يغلي راني باش نقص فيه ونخليه على نار متوسطة هادية هكاكا. وكا هو باش نحط البارتي الفوقانية وباش نصب فيها الماء اللي بالطبيعة يلزم يكون بارد، ونقعدو نقف عليه أول ما يسخن لازم نبدلوه ويقعد ديما بارد، باش هكاكا كمية البخار اللي تبدا تجي من اللوطة كلها تتحول للماء وما نخسروش منه حتى شيء. بالطبيعة الماء متاعكم يلزم يفوت التنقورة هذيك اللي تشوفوا فيها، باش البخار اللي يجي من اللوطة الكل معنتها يمس الماء بارد ويتحول للتقطير. هنا عندي دبوسة ماء مثلجة باش نستعين بها باش نخلي نحافظ على البرودة متاع الماء أكثر وقت ممكن. وكهو نبداو عملية التقطير متاعنا، ولهنا بدينا أول قطرات متاع ماء زهر بداو يهبطو، باش يبداو يهبطو من بشوية بشوية، ومن بعد تالي باش يبداو يهبطو بنسق متسارع أكثر. كل ما يكثر البخار لداخل كل ما يزيد يهبطلكم بنسق أسرع. بالطبيعة لازم تردو بالكم على الماء باش ما يسخنش، تحاول تخليوه ماء بارد. والفاشكة متاعنا بالطبيعة لازم تكون مغسولة بالباهي ومعقمة ومشيحة في الشمس. دونك كما تشوفوا فيهم القطرات متاع الماء الزهر متاعنا بداو يتسارعوا اكثر، بدينا نتحصلوا على الماء الزهر ريحته فاوحة الحقيقة. لهنايا انا مش باش نحط المنديلة من فوق، فما شكون يحب يحط المنديلة باش يحاول يحصر البخار، لكن اني لهنايا نحب ريحته تبدا تروح في الدار، وزيد لهنايا باش الفاشكة متاعنا تتنفس وما تسخنش برشا. ولهنايا بعد ما كملت التقطير وصلنا لاخر اخر قطرات متاع ماء الزهر.
لهنا كما تشوف فيه حطيت الوعاء هذاك باش نجم نشوف قداش الكمية اللي باش تعطيني، وبعديك باش نفرغها على حسب شنو اني تحصلت. ردوا بالكم باش ما تحرقوش الزهر متاعكم بالطبيعة. وكهو لهنايا يعني الأربعة يترو ماء وزوز كيلو زهر خرجوا لي 3 يترو ونصف. كما تشوف الفاشكة هذيكي ودبوسة هنا عندي متاع يترا، وزادت فضلت لي كمية. حسيت فرحت في حكة جات قد هي، والحكة الأخرى ترفع 750 مليلتر. الكمية ما شاء الله خيرات ربي تكفينا حتى للموسم الجاي إن شاء الله. عام السنة الموسم الزهر جاي بريسك قريب مع موسم رمضان إن شاء الله. ربي يبلغنا رمضان متعافين وفي صحة جيدة، وإن شاء الله نستعملوا في برشا وصفات رمضانية، خاصة الحلويات الزمنية متاعنا. كيف الزهرة تجي دواء حاجة باهية برشا في برشا منافع. الحصيلة تقعد ديما حاجة دياري وحاجة من عاداتنا نحافظوا عليها ونتورثوها من جيل لجيل. وتوا وصلنا لاخر الفيديو. كان عجبكم الفيديو بالطبيعة ما تنساش باش تحطوا لي جيم، واللي مازال مشتركش يعمل اشتراك ولا سابوني باش ما تفوتكمش بقية الفيديوهات. وتوا كان متلقى لي كان باش نقولكم بسلامة وفي فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.